السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم على قناتكم جيب 20 على 20. درس اليوم هو past perfect simple. جيت اليوم باش نعلمكم اشنا هو past perfect simple، كيفاش نستعمله. past perfect simple بكل بساطة هو زمن من الأزمنة اللي عندنا في اللغة الإنجليزية. يعني غادي نتعلموا اليوم اشنا هو past perfect simple، امتى كنستعملوه، وشنو هما القواعد اللي هنا. ناخذ هاد الامثله مثلا before I went to school I had eaten my breakfast. يعني من هذا المثال نزيد مثال آخر. After I had eaten my breakfast I went to school. يعني من هاد الجمل غادي تتعلموا شنو هو past perfect simple. كيف كتشوفوا الجملة الأولى والثانية بجوجهم كيبتدئوا بجوج حوايج هما before و after. اش عندي هنا؟ before I went to school I had eaten my breakfast. يعني هنا عندي جوج ديال الجمل، ها واحد ها جوج، ها واحد ها جوج. إلا ترجمنا هذه الجملة الأولى بالعربية نقولها قبل أن أذهب إلى قبل يعني ما مشيتش للمدرسة أشنو درت؟ كليت الفطور ديالي. هنا أشنو اللي سبق؟ واش كليت الفطور ديالي عاد مشيت للمدرسة، ولا مشيت على المدرسة عاد كليت الفطور ديالي؟ بيان سور كليت الفطور ديالي عاد مشيت للمدرسة. باش عرفتها؟ لأن عندي بيفور. ملي كتكون عندي بيفور الحدث الاول اللي كيجي مورا بيفور هو الحدث الثاني اللي وقع، وهي هاد ايت ماي بريفس هو الحدث الاول اللي وقع. هذا هو الباست بيرفكت. كيف كتشوفوا ان الجمله الاولى صرفناها في سيمبل باست، وينت هو الماضي البسيط ديال تو جو ذهب هو وينت، وهنا صرفنا الفيرب تو ايت اكل في الباست بيرفكت. علاش؟ حيت هذا هو الحدث اللي وقع اولا. هذا هو باست بيرفكت سيمبل. باست بيرفكت سيمبل هو حدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث اخر. اعيد، باست بيرفكت سيمبل هو واحد الحدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث اخر. يعني الباست بيرفكت سيمبل هو هذا الحدث اللي وقع قبل الحدث ديال الذهاب الى المدرسه. كليت الفطور عاد مشيت للمدرسه. هنا فاش بديت بافتر كيكون واحد لو شونج، واحد التغيير. ملي كنبدا بافتر كيكون عندي الحدث ديال باست بيرفكت سيمبل هو حدا افتر، عاد الحدث ديال سيمبل باست. شفتوا الفرق ما بين الا بديت بافتر و بيفور؟ بيفور سيمبل باست باست بيرفكت، افتر باست بيرفكت سيمبل باست. ولكن الحدث دائما اللي وقع اولا هو الحدث ديال باست بيرفكت، عاد الحدث ديال سيمبل باست. اذا باش نفهم شنو هو باست بيرفكت، باست بيرفكت سيمبل هو حدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث اخر. هذا فيما يخص يعني الباست بيرفكت سيمبل. باش نفهم القواعد ديال الباست بيرفكت سيمبل، the form الى يعني كيف كتعرفوا عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال الجمل هما افيرماتيف. اش كيكون عندي؟ كيكون عندي في الافيرماتيف سابجيكت الفاعل زائد had هو verb to have simple past هو had زائد الباست participle. غادي تقول لي اشنو هو الباست participle ديال الفعل؟ الباست participle ديال الفعل الا كان الفعل regular
كنزيد ليه اي دي. الا كان irregular خصك تحفظ لا ليست ديال الباست بارتيسيبل ديال irregular verbs. هذا فيما يخص الافيرماتيف. النيجاتيف فورم ديال الباست بيرفكت سيمبل كنزيد فقط نوت. شنو كنزيد؟ نوت. كيكون عندي دائما subject اللي هو الفاعل زائد هذا هو verb to have simple past زائد not زائد ال past participle. زدنا فقط not. I had not eaten my breakfast. Before I went to school I had not eaten my breakfast. نيجاتيف النفي. وكتبان عندي interrogative يعني جملة استفهامية ديال past perfect simple. اشنا هو قاعدة ديالها هو كنبدا بهذا هو verb to have simple past زائد subject اللي هو الفاعل زائد ال past participle و question mark علامة استفهام. هادو هما القواعد اللي خصكم تحفظوا فيما يخص past perfect simple. هادو باينين. كيبقى عندكم هاد المشكل في هاد الباست participle خصكم تحفظوا لا ليست ديال past participle ديال irregular verbs. ماشي irregular كنزيد له اي دي في الباست participle ديال irregular verbs. هذا فيما يخص البارتي الاولى في درس اليوم اللي استخرجنا من هاد الامثله قواعد ديال الجمل افيرمو نيجاتيف وانتروغاتيف ديال الباست. دابا غادي ندوزو لا بارتي الثانيه اللي هي تطبيقيه. نطبقوا اشنو تعلمنا في درس اليوم. نديروا واحد التمرين تطبيقي من خلاله غادي تطبقوا المعارف اللي تعلمتوا في درس اليوم ديال past perfect simple. ناخذ مثلا before I watch TV I do my exercises. After Fatima finish cooking the dinner, she go to sleep. هادو جوج جمل يعني بغينا نطبقو فيهم ونخصنا نصرفوا الافعال اللي عندنا هنا في الباست بيرفكت. دائما فاش كتعطي لكم جمله فيها بيفور ولا افتر فيما يخص باست بيرفكت سيمبل كتقلب على اشنو هو الحدث اللي سبق الاول. مثلا كنقول بيفور قبل اي واتش قبل ما نتفرج في التلفازه. بيفور اي واتش تي في اشنو درت؟ اي دو ماي اكسرسايز. يعني شكون اللي سبق؟ واش واتشين تي في اور دوين ذات يعني اي دو ذا اكسرسايز. قبل ما نتفرج في التلفازه اشنو درت؟ درت التمارين. يعني هنا before I watch it هذا غنصرفو في simple past حيت هو الحدث الثاني اللي وقع. I do my exercise هنا غنصرفو في past perfect عفوا اللي هو I had done. Before I watched TV I had done my exercises. After Fatima finished cooking the dinner she go to sleep. بعدما شكون اللي سبق اولا؟ واش finish cooking the dinner ولا go to sleep؟ بيان سور هذه دائما قلت لكم ملي كنبداو ب after past perfect simple ملي كنبداو before simple past perfect. اذا فاطمه غنقولوا فاطمه had finished كملات لا past perfect ديال فيش هو had finished
وعاد كنمشيو شي وين هنا غنصرفو سيمبل باس. يعني سهله. ما هذا هو يعني الاجوبه الصحيحه ديال هاد جوج جمل اللي صرفنا فيهم الباس بيرفكت سيمبل و سيمبل باس. دائما ملي كتعطي لكم جوج جمل كتقلبوا شكون اللي سبق واش الجمل اللي سبقات. هذيك اللي وقعت اولا كنصرفوا الفعل ديالها في سيمبل باس بيرفكت، والثانيه اللي وقعت كنصرفوها في سيمبل باس. هذا فيما يخص باس بيرفكت سيمبل. اذا في درس اليوم تعلمنا شنو هو الباس بيرفكت سيمبل و يعني امتى كنستعملو. اذا باس بيرفكت سيمبل قلت لكم كنستعملوه باش نعبروا على واحد الحدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث اخر. هذا هو الباس بيرفكت سيمبل بشكل موجز. كنستعملو باش نعبروا على واحد الحدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث اخر. و باش كنعرف انني خصني نستعمل باس بيرفكت سيمبل، لا عندك بيفور ولا افتر بيان سور راه خصك تستعمل باس بيرفكت سيمبل. واني كتعطيوك جوج جمل كتقلب على الجمله اللي وقعت اولا هي فاش كتصرف الفعل ديالك كتصرف الباس بيرفكت سيمبل، والثانيه كنصرفوا الفعل ديالها في سيمبل باس. اعزائي التلاميذ والتلميذات، اتمنى انكم فهمتوا باس بيرفكت سيمبل. كنضرب لكم مع درس جديد. Goodbye.